السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم المجد المفقود. فأمتنا صاحبة المجد وصاحبة العزة، ولها من الحضارة قرونا عديدة. استطاعت أمتنا أن تبني قصور المجد وأن تبني الحضارة الإسلامية، فمجد أمتنا مفقود ولكنه سيعود بإذن الله. مرض الأسد ولكنه لم يموت. أعزائي المشاهدين، موعدنا الليلة مع سلطان السلاطين، مع حاكم القارات الثلاث، مع السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان القانوني رحمه الله هو أكثر سلاطين الخلافة العثمانية الإسلامية رهبة وخطرا على النصارى. كان رحمه الله عظيما، صاحب عزة وصاحب قوة، استطاع أن يصل بجيوش الإسلام إلى قلب أوروبا عند أسوار فيينا مرتين. استطاعت الأساطيل البحرية الإسلامية في عهده أن تسيطر على المحيط الهندي والخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود. قال عنه المؤرخ الألماني هالمر إن هذا السلطان كان أشد خطرا علينا من صلاح الدين نفسه. فمن هو هذا السلطان؟ وكيف كان حال الأمة الإسلامية في عهده؟ ولماذا سمي بالقانوني؟ وما هي أحداث المعركة العظيمة التي خلدها له التاريخ؟ تابعونا. أهلا بكم. موعدنا الليلة مع عظيم من عظماء هذه الأمة. تولى رحمه الله الخلافة بعد وفاة أبيه السلطان سليم الأول، وأصبح السلطان سليمان عاشر الخلفاء العثمانيين. كان السلطان سليمان يبدأ رسائله دائما إلى ملوك أوروبا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تيمنا بنبي الله سليمان. بل إن المؤرخون أطلقوا عليه سليمان عصره وشبهوا ملكه بملك نبي الله سليمان. بعدما جلس السلطان سليمان على كرسي الخلافة، أرسل رسله إلى ملوك أوروبا ليطلب منهم الجزية التي كانوا يدفعونها إلى أبيه السلطان سليم. ولكن ملك المجر رفض أن يعطي الجزية وقام بقتل رسل السلطان. فلما وصل الخبر إلى السلطان سليمان استشاط غضبا وقال: أيقتل رسل دولة الإسلام؟ وقام بإعلان الحرب على دولة المجر. كانت المجر مملكة كبيرة عظيمة. صار السلطان سليمان في طريقه نحو المجر، وكان أول حصن أمامه حصن بلغراد، وهو حصن منيع وبه جنود أقوياء. فحاصره السلطان حتى أتم الله فتحه عليه، وأصبحت بلغراد الأوروبية ولاية عثمانية إسلامية. ومن يومها سمى المسلمون بلغراد بدار الجهاد، وكان منها القاعدة الحربية التي تنطلق منها الجيوش الإسلامية نحو أوروبا. من المسلمين الآن يعرف أن مدينة بلغراد عاصمة صربيا الآن كانت ولاية إسلامية كالأندلس، وضاعت كما ضاعت الأندلس. وما كاد ينزل السلطان من على جواده حتى امتطى جوادا آخر قاصدا الجهاد في سبيل الله، لتقع بعد ذلك معركة عظيمة في تاريخ المسلمين، وهي معركة موهاج أو موهاكس، التي كانت يوما من أيام الله. فإن المجريون إلى يومنا هذا يضربون بها المثل، فيقولون على الشيء السيء أسوأ من هزيمتنا في موهاج. ولكن ظهرت خيانة أخرى في هذا الوقت، وهي خيانة الدولة الصفوية الشيعية للسلطان المسلم سليمان القانوني واتفاقها مع المجر ضد الخلافة العثمانية. بعدما استطاع السلطان سليمان أن يفتح حصن بلغراد المنيع، وهو الحصن الذي استعصى على جده السلطان محمد الفاتح، بعدها توجه السلطان سليمان شمالا نحو عاصمة المجر. عندها أدركت أوروبا أنها أمام خطر عظيم يهدد عروش ممالك أوروبا، وأعلن بابا الفاتيكان كليمنت السابع إعلان النفير العام في جميع أرجاء الممالك الكاثوليكية لمحاربة السلطان سليمان القانوني، وأصدر قرارا بمنح حقوق الغفران لكل من يشارك في قتال المسلمين. وحقوق الغفران هي بمثابة حقوق أو شهادات يتم التوقيع عليها من قبل البابا، وهي إجازة لدخول الجنة كما يعتقدون. وتكون أكبر حلف عسكري صليبي عرفته الدنيا في ذلك الوقت، تكون من جميع القوى الصليبية الموجودة في تلك الفترة: الإمبراطورية الرومانية المقدسة، إيطاليا وأسبانيا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا
وسويسرا ولوكسمبورغ ومناطق واسعة في فرنسا ومملكة المجر التي تشمل سلوفاكيا وجزء من رومانيا وشمال صربيا ومملكة التشيك ومملكة كرواتيا ومملكة بولندا وولاية بلغاريا، وأيضا جيش الدولة البابوية ومرتزقة من جميع أنحاء أوروبا. كان هذا هو تكوين الجيش الصليبي في مواجهة جيش واحد هو جيش الخلافة العثمانية. كل هذه الجيوش الجرارة أعدت العدة لمواجهة الجيش الإسلامي العثماني. وصار السلطان سليمان حتى التقى الجيشان في سهل مهاج. بات المسلمون ليلتهم يتضرعون إلى الله عز وجل ويسألونه النصر. وفي اليوم التالي صلى السلطان سليمان الفجر بجنوده وخطب فيهم خطبته المؤثرة التي أبكت الجيش جميعا، فقال: وكأني بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إليكم الآن. فبكى الجيش وتعانق الجنود وعقدوا العزم على الشهادة في سبيل الله، فإما نصر وإما شهادة. وكان السلطان سليمان قد وضع خطة للجيش هي أن يصطف الجيش 3 صفوف، ويكون السلطان وجنوده الانكشارية الأقوياء في الصف الثالث. وأمر السلطان الصف الأول بأن يقاتل بقوة، ثم بعد ذلك يظهر الهزيمة ويتقهقر حتى يكون خلف السلطان والانكشاريين خلف الصف الثالث، ويتم استدراج مقدمة الجيش المجري إلى مرمى نيران المدافع الإسلامية الفتاكة. وبالفعل بدأ المجريون الهجوم وبدأ المسلمون القتال، وما إن بدأت المعركة حتى أظهر المسلمون الهزيمة وتقهقروا وفروا، فظن المجريون أن هذا نصر محقق، فانطلقوا خلف جنود المسلمين حتى إذا وقعوا في الفخ وأصبحوا في مرمى نيران المدافع الإسلامية. عندها أصدر السلطان سليمان بأن تطلق المدافع الإسلامية نيرانها بأقصى قوة ودقة اتجاه الجيش المجري المعاد. وبالفعل كانت طلقات المدافع الإسلامية دقيقة وصائبة، وكيف لا وقد استعانوا بالله عز وجل. وإلى الآن يروي المؤرخون الأوروبيون هذه المعركة بشيء من الذهول، وعندما يصلون إلى هذه النقطة يصيبهم الدهشة والعجب. الله أكبر! يروى أن مدافع المسلمين أطلقت بسرعة ومهارة فائقة للغاية. يقولون كأن المسلمون استعانوا بالجن في هذا الأمر، ولا عجب أن يكون هذا حال من استعان بالله واستمد قوته من الله عز وجل. كان إطلاق المدافع بصورة سريعة ودقيقة، مما أصاب الجيش المجري بحالة من الذهول والهلع والرعب، فولوا أدبارهم والمسلمون وراءهم، وفر المجريون المعروفون ببسالتهم وضراوتهم أمام طلقات المسلمين وسيوفهم. وفر ملكهم لويس الثاني، بل إنه غرق أثناء فراره ومات. وكان نصرا مؤزرا ولله الحمد والمنة. لقد كانت معركة عجيبة. هل تعلمون كم استمرت هذه المعركة؟ وكم صمدت هذه الجيوش الجرارة أمام جيش الخلافة الإسلامية العثمانية؟ إنها ساعة ونصف، كأنها مباراة كرة قدم. لا تتعجبوا، فهذا حال من استعان بالله وأعد العدة وأخذ بالأسباب. انتصر المسلمون انتصارا لم يسمع بمثله في أقطار الدنيا، وكان نصرا مؤزرا ولله الحمد. بعد هذه المعركة أصبح الجيش المجري في ذمة التاريخ، وسقطت الإمبراطورية المجر التي دامت قرابة 6 قرون، وانتفضت النصرانية من أقصاها إلى أقصاها. ثم بعد ذلك أدرك السلطان سليمان أن خطر الروافض أنه لا بد أن يوجه ضربات قوية تجاه الروافض. قاد السلطان سليمان القانوني 3 حملات حربية ضخمة ضد الدولة الصفوية التي ارتكبت مجازر في أهل السنة في فارس والعراق. ويوجد مثل دارج في أوروبا يومها: لولا الشاه لوصل العثمانيون إلى نهر الراين. بمعنى لولا تعاون الروافض في الدولة الصفوية مع الصليبيين النصارى بأوروبا لاستطاع المسلمون العثمانيون أن يصلوا إلى نهر الراين في إنجلترا، ولا استطاع المسلمون اجتياح أوروبا الغربية كلها، ولربما استعادوا الأندلس مرة أخرى. وقد أفتى علماء الدولة العثمانية بأنه وجب قتال الروافض. وبالفعل يخرج السلطان سليمان القانوني على رأس حملة عسكرية من المجاهدين لقتال الروافض في الدولة الصفوية. وكانت أولى الحملات عام 941. استطاع أن يدخل العراق فاتحا، ودخل بغداد وطرد منها الروافض ونفى علماءهم. واتجه السلطان سليمان إلى قبر الإمام أبي حنيفة، فغضب على ما رآه هناك نجاسات، فأمر بتطهير التربة. كما ناصر السلطان مسلمي الهند الذين أغار عليهم البرتغاليون، وأمر الأسطول العثماني بمهاجمة البرتغاليون في الخليج العربي وفي المحيط الهندي. وبالفعل استطاع الأسطول العثماني تحرير المدن الهندية من البرتغاليين. لقد كان للدولة العثمانية الإسلامية أسطولا بحريا قويا بقيادة قائد قوي عظيم اسمه خير الدين بربروسا، الذي سنتطرق إن شاء الله للحديث عنه لاحقا. فكان هذا الأسطول يهاجم سواحل أسبانيا في البحر المتوسط. وقام خير الدين بربروسا بإنقاذ آلاف المسلمين الذين فروا من الأندلس، فقام ب7 حملات لنقل 70,000 مسلم من الأندلس
سليمان القانوني رحمه الله قائدا عظيما، وليس هذا فقط، فقد اهتم بجميع شؤون الدولة وجميع الجوانب الأخرى. اهتم بالفنون، اهتم بالآداب، اهتم بالعمارة، اهتم بالقوانين. كان رحمه الله من أكثر من سن القوانين في الدولة العثمانية، حتى أن الكونجرس الأمريكي وضع صورة ونقش صورة هذا السلطان على جدرانه اعترافا بالجميل لهذا السلطان، واعترافا بأنه من أكثر من وضعوا القوانين في الإنسانية. السلطان سليمان القانوني رحمه الله اهتم بجميع الجوانب الأخرى في الدولة، اهتم بالفقراء، اهتم بالأيتام، اهتم بمكة المكرمة وعمل على توسعة المسجد الحرام، اهتم أيضا بالقدس والمسجد الأقصى. كان رحمه الله له مواقف عديدة، وكانت الأمة تعيش في عهده في عصر عزة وفي عصر قوة وفي عصر مجد وفي عصر منعة. كانت تهابن الدنيا كلها. كانت هذه لمحة من حياة السلطان العظيم سليمان القانوني رحمه الله. ومن جميل ما روي عن السلطان سليمان القانوني رحمه الله أنه بعد وفاته وجد العلماء أنه أوصى أن يوضع صندوق معه في قبره، فماذا في داخل هذا الصندوق؟ فتحير العلماء، وكان من ضمنهم أبو سعود أفندي، وهو مفتي الدولة العثمانية. أبو سعود أفندي كان من ضمن العلماء المتواجدين، واتفقوا العلماء على أن يفتحوا هذا الصندوق، فهم خشوا أن يكون بداخله مجوهرات أو ذهب، فلا يجب أن تدفن في التراب. فعندما فتحوا هذا الصندوق كانت المفاجأة، وجدوا رسائل كان يرسلها السلطان إلى العلماء ليستفتيهم في أمور الدولة، وعندما مات أمر أن يدفن هذا الصندوق معه في قبره حتى يكون حجة له عند ربه. عندها قال أبو سعود أفندي، وبكى العلماء، وقال أبو سعود أفندي: يا سليمان، أنقذت نفسك، أي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا إن كنا أخطأنا في فتوانا. هذا هو سليمان القانوني، كان عابدا مجاهدا بطلا عظيما، وكانت الأمة في عهده تعيش عصرا من عصور العزة، عصرا من عصور المجد، عصرا من عصور الحضارة. فإننا أمة عظيمة، أمة قوية، أمة قوية بالإيمان قبل السلاح. فلا تحزن مما يمر به المسلمون الآن. نامت الأعين عند الغلس، إننا مجد وعز إننا عائدون أمتي لا تيأسي، عائدون أمتي لا تيأسي. أمتي صبرا فإنا لن نغيب، لم يعد يطربنا ذاك النحيب، فالحبيب الحر يسعى للحبيب، فجرنا يا أمتي صار قريب. أنا أن نرجع ذا المجد السليب، عائدون أمتي لا تيأسي، عائدون أمتي لا تيأسي. لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. واعلم أخي المسلم أن جيل العزة قادم لا محالة، فاحرص أن تكون من بين صفوفه، فنحن أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نحن أحفاد صلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز ومحمد الفاتح وسليمان القانوني، نحن أحفاد هارون الرشيد. هارون الرشيد الخليفة الناسك. ماذا عن هارون الرشيد؟ وهل هارون الرشيد كما صوروه لنا رجل خمر ونساء؟ وما سر الرسالة التي أرسلها إلى ملك الروم وقال فيها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. كيف كانت الأمة الإسلامية في عهد هارون الرشيد؟ وكيف كان المسلمون يعيشون في هذا الوقت وفي هذا الزمان؟ ماذا عن عزة المسلمين في عصر هارون الرشيد؟ وماذا عن الحضارة الإسلامية في هذا الوقت؟ كل هذا والمزيد إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج المجد المفقود. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.